السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو هنعمل اكل مصري اصيل. هنعمل رز بشعرية وهنعمل ملوخية خضرة. طبعا احنا دلوقتي في وقت الملوخية، يعني الملوخية جميلة جدا جدا يعني. بس يا حبايب قلبي وكده، اول حاجة كنت بدأت ان انا اعملها، كنت بسلق الفراخ. كان معايا وركين زي ما انتوا شفتوا، ومقطعه بصلايه ومقطعه طماطمايه، ونزلت عليهم بشويه كده من الملح، وبدأت ان انا اسيب ان الفراخ تتسلق. ومعايا حله تانية فاضيه هنعمل فيها شويه رز كده بشعريه. طبعا الرز مصري عادي خالص، زي ما كل الناس بتعمله، مفهوش اي حاجه يعني. هو الرز بشعريه مش حاجه صعبه يعني، تمام. بس انا حبيت ان انا اشارككم معايا فيديو النهارده. كده كنت نزلت بمعلقه من السمنه ومعلقتين كده من الزيت، ونزلت عليهم بشويه من الشعريه. هبدأ ان انا احمر الشعريه لحد ما تاخد لون حلو، تمام، ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده حبايب قلبي هنزل عليها بالرز، تمام. وطبعا النهارده في فيديو النهارده برضو حبايبي هقول لكم على الكبه اليدوي ورأيي فيها بصراحه، وهل هي فعلا هتخرط الملوخية حلو وناعم يعني زي المخرطة او زي الكبة اللي بالكهرباء ولا لا. وطبعا هنشوف كل حاجة برضو في الفيديو. شايفين كده الشعرية كانت كده خلاص احمرت، وده اللون الذهبي ده كان جميل. ونزلت عليه بالرز المغسول، وبدأت ان انا اشوحهم مع بعض كده، تمام كده. جميل جدا الرز اللي بشعرية. ممكن تعملي جنب الملوخية رز ابيض عادي، تمام، بس انا عندي الاطفال ولادي يعني بيحبوا الرز بشعرية. بس كده، واحط الملح وهنزل بقى بالمية، وهبدأ ان انا اقلبه تقليبه كده، وهبدأ ان انا اغطي عليه واسيبه يستوي. وهنشوفه طبعا بعد ما يستوي مع بعض، وهنعمل ملوخية برضو مع بعض. وزي ما قلت لكم الكبة اليدوي هي حلوة ولا وحشة هنقول برضو، هنشوف مع بعض في الفيديو. وطبعا انا سمعت عن الكبة اليدوي زي ما قلت لكم كلام كتير، وان هي كويسة. دي الكاوتشة دي بتتحط تحتها كده عشان تثبت على الرخامة، وهي باربع اسلحة زي ما انتم شايفين كده حبايبي. وهنا الملوخية معايا كنت غسلتها وسبتها نشفت. هنبدأ ننزل بالملوخية في قلب الكبة، تمام كده. هننزل بشوية كده من الملوخية. طبعا الملوخية زي ما بقول لكم كده حبايبي جميلة، كل الناس بتحبها، كل المصريين عامة هي من الاكلات المفضلة عند ناس كتير، زي المحشيات كده، تمام. بس كده حبايبي كنت حطيت شوية كده من الملوخية، وركنت بقية الملوخية كده على جنب، وبدأت ان انا استعمل الكبة. طبعا ما كانتش راضية تشتغل في الاول، وبعد كده اشتغلت معايا. ديت كانت اول استعمال للكبة يعني. فزي ما انتم شايفين كده هي صعبة شوية. هي كويسة، مش هقول مش كويسة، هي كويسة بس بتعوز مجهود، فاهميني؟ بتعوز مجهود بس. وطبعا زي ما انتم شايفين ما بتنعمش الملوخية قوي، فطبعا هضربها تاني، تمام. للناس اللي ما بتحب الملوخية ناعمة، لا انصحهم لا ما يجيبوش الكبة دي، او يجيبوها لحاجات تانية بس ما يعملوش الملوخية فيها يعني، تمام. دي مثلا تقطعلك خضار، ودي مثلا تعملك بصل. بصراحة ما جربتهاش برضو في البصل لسه، لان انا لسه جايباها. كان عندي واحدة برضو يدوي وما استعملتهاش خالص، فديت شفتها فقلت اجيبها اجربها، هي مش غالية يعني ولا حاجة. وبعدين بتاعت اليدوي التانية كبيرة قوي يعني، كبيرة قوي عندي. دي صغنونة كده وجميلة حلوة يعني. بس لو هتقارنوها طبعا باللي هي بالكهرباء، لا اللي بالكهرباء احسن طبعا ومريحة. دي متعبة شوية، بتعوز بس مجهود شوية وانت بتضربي. ما بتنعمش الملوخية خالص يعني، بتخليهاش ناعمة، بتخليها خشنة. في ناس بتحب الملوخية ناعمة قوي، وفي ناس بتحب الملوخية خشنة، يعني حسب الرغبة يعني. هو ده شكل الملوخية بعد ما عملتها في الكبة.
بس كده حبايبي، وكده الرز كان استوى معايا اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين، او اتشرب يعني. هنوطي عليه النار شويه ونسيبه يكمل سواه. وهنا الفراخ كانت اتسلقت معايا. ودي الملوخيه بعد ما خلاص عشان بس مضحكش عليكم، بعد ما عملتها في الكبه حسيت ان هي خشنه شويه، فعملتها بالمخرطه عادي جدا. تمام. هنا هطلع الفراخ في الصينيه دي وبعدين هحمرها. مش عارفه اشيل الفراخ بالمعلقه، فهجيب الكبشه. تمام كده. فانا زي ما قلت لكم يا حبايبي، نعمت الملوخيه، هي كانت خشنه شويه بصراحه من الكب، فعملتها بالمخرطه عادي خالص يعني. حطيتها في الصينيه وخرطتها بالمخرطه بس كده. وهنا كان شكلها اهو، كنت بنزلها في قلب الحله. هبدأ ان انا اقلبها حلو كده، وبعدين هعمل لها التوم. معايا حوالي 5 فصوص من التوم المقشر يعني ومفروم. بس كده حبايبي، نزلت بمعلقة من السمنة ومعلقتين كده من الزيت، وهبدأ ان انا انزل بالثوم عليهم. طبعا انا بقلب الملوخية في الحلة التانية. تمام كده حبايبي، الثوم اهو هنبدأ ان احنا نشوحه كده لحد ما ياخد لون ذهبي جميل، ونبدأ نعمل طشة الملوخية. وبس كده، هي دي الملوخية، وطريقتها سهلة وجميلة الناس كلها بتحبها، وهي سهلة ما فيهاش حاجة يعني. والرز بشعرية برضو سهل ما فيهوش اي حاجة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو في طلب او في وصفة او في اي حاجة عايزين نعملها مع بعض تمام عرفوني واحنا نعملها سوا. طبعا التوم كده كان احمر معايا. انا كل شويه بقلب الملوخيه. هي طبعا انا مشغله عليها النار يعني. وهنا الكاميرا كانت فصلت مني وانا بعمل طشه الملوخيه. تمام. انا حمرت التوم عادي، وبعد كده نزلت عليه بالملوخيه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده رحت جايه عامله طشاها كده، وقلبت التوم كله على الملوخيه وخلاص كده كانت خلصت معايا. ودوت شكل الاكل يا حبايبي بعد ما خلص. ده الرز، ودوت الملوخيه، ودوت الفراخ بعد ما حمرتها. يا رب يكون فيديو النهارده سهل وخفيف على قلوبكم. لو لكم اي طلب عندي عناية ليكم. دوت شكل الاكل يا حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.